الماسونية سابوا الدنيا كلها وقرروا ان هم يعملوا حفلة عندنا في مصر يوم 28 في الأهرامات، واللي هيقدم الحفلة ده مغني رابر مشهور ان حفلاته دايما كلها بيتم فيها قتل الناس. ترافيس سكوت هو مغني رابر أمريكي واتولد عام 1991 في مدينة يوستن الأمريكية، وهو دايما مشهور بان حفلاته دايما مشبوهة. يعني ايه مشبوهة؟ يعني دايما بيتم فيها قتل ناس كتير، وللأسف ما بيوقفش اي حفلة لو حد فيهم مات. يوم 5 نوفمبر سنة 2021 كان عامل حفلة كبيرة جدا في مدينة يوستن، وفجأة الناس ابتدت يحصل لها تشنجات وحاجات غريبة، ومات أكتر من 8 أشخاص، والناس فضلت تقول له وقف الحفلة، لكن هو كان مكمل غنى وما كانش بيرد على حد. ولما سألوه كان رده غريب جدا، قال أنا لو كنت وقفت الحفلة كنت أنا اللي هموت. ويا ترى بعد كل الهاشتاجات اللي نزلت دي، هل فعلا الحفلة دي هتتلغي ولا لأ؟